في فرق بين أنك تصلي حتى ترتاح منها وأنك تصلي لترتاح فيها، فرق شاسع. أرحنا بالصلاة يا بلال. كان إذا حزبه أمر ضاقت به الدنيا كان يصلي عليه الصلاة والسلام. احنا الآن نصلي حتى نرتاح منها، أذن خنصلي نرتاح. لكن العكس، إذا ضاقت عليك الأمور وضاقت بك الرحاب وضاقت بك أسورة أي مكان وضاقت عليك الأرض بما رحبت، اسجد لله سبحانه وتعالى، اذهب إلى المتسع، اذهب إلى خالق الخلق ومالك الملك. لكن أدي الصلاة. والله لو استشعرنا عظمة وقوفنا بين يدي الله، لذلك يقولون للعبد وقفتين بين يدي الله، وقفتين، الوقفة الأولى في الدنيا والوقفة الثانية في الآخرة، فمن أحسن الوقفة الأولى أحسن الله له الوقفة الثانية. تجلك للصويل لكرت شو نعمك تلحرأت بك إذا للقالت وسق حنن يجلط ابن إلى من ملاعيف.